كيف تحافظ على قوتك أثناء الصمت والانفصال. في لحظات الانفصال والصمت قد تشعر بالضعف أو الرغبة في القوة، لكن الحقيقة هي إن القوة الحقيقية هي السيطرة على مشاعرك وعدم التصرف بدافع العاطفة. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيف يمكنك البقاء قويا أثناء عدم الاتصال، مستندين إلى مبدأ الفلسفة الخاصة بالصمت التي تمنحك القوة الذهنية والانضباط العاطفي. لماذا الصمت أقوى من أي رد فعل؟ الصمت ليس ضعفا، بل هو دليل على القوة والسيطرة على الذات. عندما تختار الصمت بدل من الكلام أو الانفعال، فأنت تثبت أنك لا تقاد بعواطفك، بل أنت من يتحكم بها. الصمت يثير الانفعال ويجعل الآخرين يعيدون تقييم مواقفهم. كيف تتحكم في عواطفك ولا تقع فيها مرة أخرى؟ تذكر أن المشاعر مؤقتة، فلا تتخذ قرارات دائمة بناء على لحظة ضعف. استخدم التأمل والتفكير الذاتي لفهم مشاعرك دون أن تتحكم فيها. مارس ضبط النفس وتقنيات التنفس العميق والتفكير العقلي. تعالوا بقى نتكلم عن سر الاستغناء وعدم التعلق العاطفي. الصمت علمنا أن التعليق العاطفي الزايد أو المعاناة لا تربط سعادتك بشخص أو موقف معين، بمعنى بل اجعل قوتك الداخلية هي مصدر سعادتك. عندما تفهم أن لا شيء دائم، ستتعلم كيف تستغنى عن الأشياء التي تؤذيك دون خوف. كيف تستعيد قيمتك وتجعل الآخرين يلاحقونك؟ ركز على تطوير ذاتك بدل من مطاردة الآخرين. حافظ على هدوءك وثقتك بالأشخاص الذين ينجذبون لك. عيش حياتك بكل شغف واستمتع بوقتك. في الطاقة الإيجابية تكسب دايما الانتباه. تقنيات الصمت والألفاظ على هدوءك وثقتك بنفسك بتركز على اللي انت بتقدر تعمله في حياتك، ما تتهزش. وكمان طاقتك حاول انت تحافظ عليها وتحاول ان انت تبطل ان انت تسيبها من غير سيطرة. افكارك ومشاعرك بهدوء لازم يكونوا مرتبين، ولازم تعيدهم بشكل ايجابي، ولازم كمان تركز على ما يمكنك تعلمه من التجربة اللي انت بتمر بيها، والتحدث مع نفسك بشكل إيجابي. إذا كنت تريد أن تصبح شخصا أكثر قوة واتزانا، فهذا الفيديو سيوفر لك الأدوات التي تحتاجها ولا تجعل عواطفك دايما وتكون قائد في حياتك.